السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله النهارده هنعمل حاجه وصفه سهله وحلوه بسيطه تبقى موزيه لاطفالنا. هنعمل فطيره تنفع للغدا للعشاء، حلوه وخفيفه وهشه، وان شاء الله يا رب تبقى تعجبكم وتنال اعجابكم. كلها حاجات بسيطه. معانا نص كيلو دقيق، هنحط عليه معلقه سكر صغيره ومعلقه خميره ومعلقه ملح صغيره، ومعانا كوبايه لبن او كوبايه ميه دافيه على حسب ما متوفر عندك. عايز تعجنيها بلبن، عايز تعجنيها بميه. ومعانا نص كوبايه زيت زيتون، زيت عادي المتوفر عندك. ومعانا بيضه بدرجه حراره الغرفه هنحطها عليها اهي يا حبايبي، وهنعجنها. هعجنها وارجع لكم. ورجعت لكم يا حبايبي اهي، عجنتها بسم الله ما شاء الله. عجينه طريه خالص وبتلزق، احنا عايزينها بتلزق. على فكره انا نسيت اقول لكم، حطيت عليها معلقه لبن بودره. وعايز تعجنيها، انا عجنتها باللبن عشان ازود القيمه الغذائيه بتاعتها لاولادي. ولو تعجنيها بالميه مفيش اي حاجه، مفيش مشكله اهيت. وهنسيبها ترتاح وتخمر، وان شاء الله نرجع معاكم ونقول لكم الحشوه بتاعتها. وتسيبوها تعجنيها، وانت بتعجنيها، سواء بتعجنيها باللبن او بالميه، نزليها واحده واحده علشان خاطر تشوفي الدقيق بتاعك هيشرب سوائل قد ايه، لان كل دقيق مختلف عن النوعيه التانيه، وكل دقيق بيشرب. في دقيق بياخد كتير كوبايه، وفي دقيق بياخد اكتر. فهنزلي بالسوائل واحده واحده. هنغطيها ونسيبها ترتاح على ما تخمر، ونرجع سوا نجهز الحشوه بتاعتنا. رجعنا لكم يا حبايبي اهيت. العجينه خمرت ما شاء الله، جميله، الله اكبر عليها اهيت، جميله حلوه اهي. هنبتدي نعمل بقى الحشوه بتاعتها. معانا بصل، ومعانا فلفل اخضر، ومعانا لحمه. هنحشيها باللحمه. عايزه تحشيها بالفراخ ماشي، عايزه تحشيها عندك باللانشون وجبنه، عندك اي حاجه. العجينه تصلح لاي حشوه معاكي. البصل والفلفل هنفرمه في الكبه وهنعصره، وبعد كده هرجع لكم عشان صوت الكبه. رجعت لكم يا حبايبي. عملنا الفلفل والبصل في الكبه اهوت، وصفيته من الميه بتاعته عشان خاطر العجينه. هنحط عليها معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح، معلقه بهارات لحمه او 7 بهارات او اي بهارات موجوده عندك هتمشي. هنقلبها كويس. اهو يا حبايبي قلبنا اللحمه، ومعانا العجينه ما شاء الله جميله طريه حلوه، الله اكبر. هنفردها بسم الله الرحمن الرحيم. هنفردها كده، لو عندك نشابه مش ماشي. اهو يا حبايبي فردتها وحطينا اللحمه فيها. هنلمها ونقفلها كويس مع بعض كده زي ما انتم شايفين. ان شاء الله جميله. واي حشوه عندك هتمشي معاها اهي. وهنحطها في صينيه معانا مدهونه زيت او زبده كده، ونبدا نفردها. اهو يا حبايبي فردتها في الصينيه اهي. هندهن وشها بحليب، وهنخرمها بالشوكه عشان ما تبقاش منفوخه. وهنحطها في الفرن لحد ما تستوي ووشها يحمر، وهنطلعها اوريها لكم ونكمل في حاجه تانية هنحطها. وخليكم معايا لاخر الفيديو. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما استوت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. استوت وخدت وش. هنحط على وشها جبنه موزاريلا. وهي يا حبايبي ده الشكل النهائي ليها. دخلتها الفرن وخدت وش بقى، احمرت بعد الجبنه ما حطيتها. ان شاء الله تعجبكم، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. بألف هنا للي يعمل، وان شاء الله اللي يعملها تطلع احسن مني كمان. بألف هنا، جميله ان شاء الله. ما تنسونوش باللايك يا حبايبي، وكل سنه وانتم طيبين، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد.